أعزائي للأسف ريال مدريد بيخسر لتاني ماتش على التوالي قدام ليفربول في الأنفيلد. أرني سلوت اللي عملها مع كارلو أنشيلوتي الموسم اللي فات جه برضه عملها السنة دي مع تشابي ألونسو، ويعني الحمد لله لولا تيبو كورتوا كان زماننا خارجين بفضيحة، بس يعني الحمد لله ربنا سترها. وطبعا برشلونة قال لك ما دام الريال خسر فأنا كمان لازم أعكنن على جمهوري وأتعادل مع كلوب بروج، وللأسف دوت تاني ماتش ليهم السنة دي في دوري الأبطال يتعثر فيه. وطبعا أكيد مش محتاج أقول لك في قمة الجولة ان بايرن ميونخ بيكسب بطل دوري الابطال الموسم اللي فات زي برضه ما كسب بطل كاس العالم تشيلسي، وبيقولوا لك اللي هيلمحوه هيمرجحوه. ده غير ان دييجو سيميوني هو الفريق الوحيد في اسبانيا اللي كسب في الجوله دي، وصدق او لا تصدق فيكتور اوسيمين مهاجم جالاتا سراي هو هداف دوري ابطال اوروبا لحد دلوقتي، وده رغم ان موجود هاري كين وايرلينج هالاند وكمان كيليان امبابي. ده غير ان تشيلسي الغير مفهوم تماما بيتعادل قدام فريق لا يذكر. طبعا هنتكلم عن كل احداث الجوله الرابعه من دوري الابطال، واكيد هقول لك على اهم الارقام القياسيه وكمان الاحصائيات، وهنحلل كل تفصيله في الجوله. يعني بقى عايزك سريعا تنزل تدغدغ زر لايك، اتمنى ان الفيديو يوصل لحد 1000 لايك، حاجه بسيطه اقسم بالله، واشترك في القناه وفعل زر الجرس ويلا بينا. للاسف يوم الثلاث كان في قمتين في نفس الوقت، ودي اقسم بالله حاجه هتغلطك وهتغلط كل الجماهير، مش فاهم ليه في نفس الوقت بس عادي صباح الفل. طبعا القمه الاولى ما بين بايرن ميونخ وباريس، واللي خلصت بفوز بايرن ميونخ على باريس في ملعب حديقة الأمراء. يا جدعان أقسم بالله بايرن ميونخ مش شايف حد قدام، واللي بيجي على سكته بيدوسوا عليه. فينسنت كومباني مش مكبر لحد خالص، لدرجة إن كسب باريس في ملعبهم وكمان في وسط جمهوره وهو بيلعب ناقص لاعب طول الشوط الثاني. أنت متخيل يعني إيه بتلعب أقوى فرقة في أوروبا في ملعبهم وفي وسط جمهورهم وتخرج من هناك كسبان وأنت بتلعب شوط ثاني كامل ناقص منك لاعب؟ كومباني عامل منظومة مرعبة حرفيا، صلابة دفاعية وقوة هجومية شرسة وضغط مرعب على الخصوم. تخيل كده يبقى مطرود من عندك لويس دياز اللي يعتبر كان افضل لاعب بالنسبه لبايرن ميونخ في الشوط الاول، واللي بالمناسبه هو اللي كان مسجل الهدفين. هي كده كده اصلا حاله الطرد مفيش خلاف عليها، تدخل غبي وغشيم من لويس دياز على اشرف حكيمي، وطبعا يستحق عليه الطرد وكمان الايقاف. اتمنى ان شاء الله اشرف حكيمي يقوم منها على خير، لان في كاس افريقيه وكمان بعدها الماتشات الاقصائيه في دوري الابطال. بايرن ميونخ حرفيا كان واكل باريس في الشوط الاول، اداء استحواذ ضغط عالي سيطره وكمان تسجيل هدفين. انما في الشوط الثاني بقى بعد حاله الطرد فطبيعي جدا ان بايرن يرجع يدافع بس ويسيب الكره لباريس، ورغم ان هو سايب الكره لباريس لمده 45 دقيقه الا ان باريس سجل هدف واحد وبايرن قدر يكسب الماتش. مانويل نوير افضل حارس في تاريخ اللعبه فاز بجائزه رجل المباراه. نوير صاد 8 كرات منهم 4 داخل منطقه ال 18، ده غير انفراد باركولا. عايز بقى الصدمه بجد؟ بايرن ميونخ لحد دلوقتي لعب 16 ماتش ما خسرش ولا ماتش فيهم. طب اقول لك الانقح ده حتى ما تعادلش ماتش واحد، يعني ما فيش فريق في تاريخ الدوريات الخمسه الكبرى قدر ان هو يعملها غير بايرن ميونخ مع فينسنت كومباني، اللي هو يعني بالبلدي كده زي ما قلت لك اللي هيلمحوه اقسم بالله هيمرجحوه. البايرن لغايه دلوقتي متصدر ترتيب الدوري الالماني وكمان ترتيب دوري الابطال، ويا عالم هيعملوا ايه في ارسنال. طبعا القمه الثانيه ما بين ليفربول وكمان ريال مدريد في الانفيلد، ويعني زي ما قلت لك اقسم بالله حاجه تغلطك وانت قاعد بتتفرج على ريال مدريد وليفربول على الشاشه وباريس وبايرن على الموبايل عادي، ولا هو انت ما تفهمش هتركز هنا ولا هنا؟ الحمد لله ليفربول كسبنا 1-0 بس، رغم النتيجه كانت ممكن تخلص ب3 أو 4 مستريح، بس يعني لولا كورتوا، وكالعاده كورتوا قدام ليفربول دايما بيقدم اقوى ماتش ليه في الموسم لما بيقابل ليفربول. كورتوا بالمناسبه منع فان دايك وسوبوسلاي وكمان معاهم اكيتيكي من ان هم يسجلوا، وجه في الاخر ماكاليستير اللي طوله تقريبا 1.70 سم سجل هدف بدماغه. برضه لو تفتكر ماكاليستير الموسم اللي فات هو اللي سجل فينا، خلاص بقى متخصص ريال مدريد. والاغرب من كده ان ارني سلوت بقى تخصص هو كمان ريال مدريد. الموسم اللي فات عملها زي ما قلت لك مع كارلو انشيلوتي، والسنه دي برضه قدام تشابي الونسو. بالمناسبه ليفربول قدم واحده من اقوى الماتشات ليه من بدايه الموسم، وقدر ان هو يفرض سيطرته على الريال، استحواذ وكميه فرص ضايعه، وفي نفس الوقت قدر يحجم امبابي وكمان فيني وحطهم في جيبه حرفيا. لعيبه ليفربول حرفيا كسبوا كل الصراعات الثنائيه اللي دخلوها مع لعيبه الريال، ضغط شرس وملعب مليان حماس لدرجه ان الجمهور طول ال 90 دقيقه شغال هتافات وصفير وجابوا لابونا صداع. ده حتى مش محترمين ارنولد اللي كان بيلعب معاهم واللي كان معتذر ليهم قبل ما يمشي من ليفربول، وفي الاخر كل لما تجيله كوره يعملوا عليه سفرات استهجان. خلاص نسيتوا ارنولد اللي كان معاكم واللي شالكم في مواقف كتير. يلا هي كده كده اصلا الكوره طول عمرها قلابه. للاسف من
النقط السلبيه السنه دي في ريال مدريد ان طبعا كل ما يخش اي ماتش كبير في زخم جماهيري كبير، وده يعني اللي حصل قدام اتلتيكو مدريد والمره دي قدام ليفربول. اللعيبه بيجي لها حاله من الاهتزاز وبتلاقيهم بيغلطوا كتير جدا، ودي حاجه بصراحه عمري في حياتي اصلا ما كنت بشوفها في الريال. انت طول عمرك معروف عنك انك شخصيه بطل، ومهما كنت خسران بترجع تكسب بحضورك وشخصيتك، انما مش بالاهتزاز اللي احنا بنشوفه ده. ديت عمرها ما كانت شخصيه بطل. وبالمناسبه بالمنظر ده الريال ما يبشرش بالخير السنه دي، وصعب ان هو ينافس على دوري الابطال. طبعا ليفربول يستحق الفوز بجداره، والحمد لله ان هي خلصت 1-0 بس. انما عندك كبير لندن ارسنال فقدر ان هو يكسب سلافيا براغ 3-0. وبالمناسبه برضو ارسنال السنه دي لعب 16 ماتش، قدر ان هو يخرج ب 13 كلين شيت. متخيل يعني ايه 13 ماتش من اصل 16 ما يدخلش فيك ولا هدف؟ زي ما قلناها كتير ان ارسنال اقوى منظومه دفاعيه في العالم، ودي كده كده اصلا حاجه مفيش جدال عليها. ده غير ان بالمناسبه السنه دي هو من ضمن افضل 3 فرق في العالم، طبعا مع باريس وبايرن ميونخ. طبعا اللي سجل لهم اهداف مورينو المستفز، اقسم بالله ما بحبه، هو اصلا شكله مستفز مش مشكله، ما بيسجلش في الدوري وتلاقيه بيسجل عادي في الابطال وكمان مع منتخب اسبانيا. هو سبحان الله يعني هي حته قبول، فاهم حاجه انت؟ صباح الفل. ساكا برضه بيسجل لهم هدف، والامور لغايه دلوقتي ماشيه كويس مع ارسنال. انما الغريم برشلونه فبيرجع بتعادل مخيب للامال من بلجيكا قدام كلوب بروج بنتيجه 3-3. ماتش فيه كميه احصائيات عبثيه وانا واثق ان هي هتصدمك. يعني لك ان تتخيل الفرقتين اتعادلوا في النتيجه، وكمان اتعادلوا في الاهداف المتوقعه اللي هي الاكس جي الاكسبكتد جول، وكمان التسديدات على المرمى، وكمان الفرص الضايعه. يعني بقول لك احصائيات عبثيه، وماتش يجلد كل جمهور برشلونه. للاسف غريمي الموسم ده مستواه سيء جدا عن الموسم اللي فات، وكل الفرق خلاص عرفت ازاي تلعب هانز فليك. طبعا كلهم بقى عندهم حلول ازاي يكسروا التسلل. ده غير يا جدعان ان برشلونه اصلا الموسم ده دفاعه زي الزفت، مش بنفس الثنائيه بتاعت الموسم اللي فات. الموسم اللي فات كان فيه كوبارسي وانيجو مارتينيز، الموسم دوت اغلبيه الماتشات ايريك جارسيا واراوخو، او ايريك جارسيا وكمان كوبارسي، اللي هو يعني انت دفاعك ملط. وطبعا نتيجه للدفاع الملط ده برشلونه من بدايه الموسم بيستقبل كل ماتش اهداف كتيره، ده لدرجه ان اي مهاجم كبير او صغير بيقدر يسجل عليهم عادي بكل سهوله. اللي هو فيه كميه عبث الموسم ده حرفيا هتجلد كل جمهور برشلونه، واكيد حقهم. ده يعني بالمناسبه الموسم اللي فات في 4 لاعبين قدروا ان هم يسجلوا هاتريك عليهم، منهم طبعا مبابي وكمان جيراسي. بس الفكره ان ساعتها برشلونه كان بيغطي على كميه الاهداف دي ان هو دايما بيسجل اهداف اكتر منه. يعني بالبلدي كده انت لو سجلت هدف هسجل الثاني والثالث والرابع عليك، حتى لو انت مسجل 3 اهداف هسجل عليك 4 و5 عادي وهكسب. بس ده يعني الموسم اللي فات، الموسم اللي كان فيه ليفا ورافينيا وكمان لامين يامال في فورمته. انما الموسم ده رافينيا من بدايه الموسم غايب، ليفاندوسكي كمان مستواه واقع بعد الاصابه، وكلنا عارفين حال لامين يامال. ده غير الدفاع اللي هو اصلا كان ضعيف الموسم اللي فات، وزي ما قلت لك ان اي فريق بيقدر يسجل عليهم اهداف عادي بسهوله، السنه دي هو اضعف بكتير. طبعا رحيل انيجو مارتينيز وكمان اصابه بدري وكمان اصابه الحارس جارسيا الجديد، كل دوت ضد برشلونه. وطبعا بعد كل اللي حكيته لك ده هانز فليك لحد دلوقتي لسه مستمر على العبث اللي هو بيقدمه، مش فاهم ازاي. يمكن الحسنه الوحيده السنه دي في برشلونه حرفيا هو فيرمين لوبيز امبارح عمل اسيستين اجمل من بعض، وبالاخص الاسيست العالمي اللي عمله لامين يامال. انا عايز اقول لك بالمناسبه ان اخر 13 هدف لبرشلونه فيرمين لوبيز مساهم منهم ب8 اهداف، اللي هو بالبلدي كده هو اللاعب الوحيد اللي شايل الفرقه دلوقتي. لامين يامال شويه فوق وشويه تحت، وكده كده اصلا مفيش خلاف على موهبته. حتى شوف الجون الثاني اللي هو سجله. طبعا كلكم حاليا شايفين على كل السوشيال ميديا جمهور برشلونه بدا يتكلم بنبره حاده شويه عن هانز فليك وتهاجم طريقه لعبه، واكيد ده حقهم لان النتائج ما تبشرش بالخير. بس يعني مش عايزك تنسى ان هانز فليك هو اللي نقل برشلونه من فريق غير تنافسي لواحد من اقوى الفرق في اوروبا، وده باقل الامكانيات. وطبعا مش عايزك تنسى اصلا ان الاداره ما دعمتهوش السنه دي بلعيبه تساعد اسلوب لعبه، ده لدرجه كمان ان انيجو مارتينيز لما مشي الاداره ما جابتلهوش بديل. فليك بالمناسبه في موسم 2020 مع بايرن ميونخ كلنا عارفين ان هو كان محقق السداسيه. الموسم اللي بعديه على طول لما اداره البايرن ما دعمتهوش بلعيبه جديده ساب لهم الفريق ومشي، وده يعني بايرن ميونخ اللي كان قبليها محقق سداسيه، ما بالك بقى برشلونه اللي الاداره اصلا مش عارفه تعوض مدافع. فيعني بنسبه كبيره الموسم ده ممكن يكون اخر ليه موسم مع برشلونه. اكيد طبعا مش هحمل الاداره بس المسؤوليه، وهو برضه عليه جزء كبير من المسؤوليه لانه مصمم على اسلوب واحد، ودي طبعا حاجه مستحيله اصلا في عالم الكوره. انما اتلتيكو مدريد فخر الكره الاسبانيه، والله العظيم
العظيم فخر الكره الاسبانيه في الجوله دي، بس هو الفريق الاسباني الوحيد اللي كسب في الجوله دي، كسب فريق اسمه اونيون سان جيلوزا بنتيجه 3-1. سيبك بقى من انديه اسبانيا خالص ونروح لفرق انجلترا. تشيلسي للاسف الفريق اللي ما تعرفلوش مله بيتعادل مع اذربيجان بنتيجه 2-2. دي حاجه عبثيه، تلاقيه عادي بيكسب ليفربول والسيتي وبيحط على ارسنال وكل الفرق عادي الكبيره، وتلاقيه في الاخر متعادل مع اذربيجان او بيخسر من الفريق الاخير في الدوري الانجليزي. ازاي ما تفهمش؟ صباح الفل، قلت لك فريق عبثي. انما ديوك توتنهام فبيكسبوا كوبنهاجن برباعيه، والواد فان ديفين المدافع قلب فجاه كده على انقره ميسي وراح سجل هدف عالمي، واخد الكره من منطقه ال 18 بتاعته لحد منطقه ال 18 لفريق الخصم وسجل عادي، وده مدافع. طبعا واحد من اجمل الاهداف اللي عينك ممكن تشوفهم في حياتك، لان زي ما قلت لك قلب على انقره ميسي ومحدش عارف يوقفه. انما البيب هو كمان فاز على بروسيا بنتيجه ال 4-1، وماتش كده كان نجمه الاول هو اكيد الفيل فودن اللي قدر بالمناسبه ان هو يسجل هدفين، ده غير السفاح كابتن ايمن النرويجي مش شايف حد قدامه ولا حتى شايف الفريق القديم بتاعه. بيقول لك في احصائيه مرعبه عن هالاند وبالاخص بعد ماتش بروسيا، بيقول لك ايه بقى؟ هالاند اول لاعب في تاريخ دوري ابطال اوروبا يسجل في 5 ماتشات ورا بعض مع 3 فرق مختلفه، عملها مع بروسيا وعملها مع السيتي وعملها قبل كده برده مع سالزبيرج. هالاند حاليا مسجل 5 اهداف في دوري الابطال الموسم ده، طبعا بالتساوي مع مبابي وكمان هاري كين، بس زي ما قلت لك فيكتور اوسيمين مهاجم جالاتا سراي هو هداف البطوله برصيد 6 اهداف. طبعا مش عايزك تنسى الانتر اللي كسب برده 4 ماتشات السنه دي في دوري الابطال، وطبعا متصدر مع ارسنال وكمان بايرن ميونخ، كل واحد فيهم عندهم 12 نقطه. اي نعم هو لسه ما قابلش فريق كبير، بس الجوله اللي جايه هيبقى فيه مدعكه حرفيا، واكيد انت ما ينفعش تفوتهم. غريم برشلونه هيلاعب تشيلسي وبايرن ميونخ هيلاعب ارسنال. اتمنى بس الماتشين ما يكونوش في نفس الوقت ويبوظوا علينا اليوم. اعذرني بقى لو طولت عليك، مش هكب بقى عليك اللايك والاشتراك والشير وتفعل زر الجرس، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. سلام عليكم.